وكمان إشكالية تانية بتخلينا ما نعرفش نعمل أصدقاء هو فكرة ذكريات الطفولة. أوقات كتير بيبقى عندنا تجارب مش لذيذة تماما مع الأصدقاء في الطفولة، فبالتالي بنعممها، فبنفتكر إنه هو كل الأصدقاء كده. بقى المعنى عندي في الصداقة إنه يبقى فيه تنمر أو يبقى فيه نقد، فبالتالي لا إراديا هلاقي سلوكياتي بتخليني أبعد عن الأصدقاء وبعدين أرجع أقول أنا عايز صديق. ودي كانت حاجة حصلت لي في فترة من حياتي، لأن أنا كان وأنا صغيرة حصل لي تنمر كتير. وفي فترة من الفترات يعني حصل لي، عارفين التنمر اللي بيكون على الإنترنت من حد معايا في المدرسة، ودخلت أنا هي وصاحبتها من الآخر شقلطوني لبعض يعني على صورة نزلتها، وكنت مثلا في جريد 5، كنت في 5 ابتدائي. وانا فاكره كنت ساعتها مسافره حتى يعني مصيف وكده، كنا في صيف، كنت بنزل بقى بسين بقى ودموعي نازله وبتاع، واختي بقى الكبيره هي اللي دخلت ردت عليهم وكده. فانا كان عندي دايما فكره انه، ما انا بقى نسيت اقول لكم حاجه صح. بعد بقى ما رجعنا يعني من المدرسه، البنت اللي هي دخلت ردت عليا دي وقعدت تشقلطني هي وصاحبتها لبعض، جت يعني وقعدت تهزقني. اوكي تمام. فصاحبتي الانتيم او اللي انا كنت فاكراها كانت واقفه معاها في صفها، يعني كانت واقفه معايا بتهزقني، واللي هو بص اللي هو بتعمل كده. فدي كانت رساله ليا انه انا ما تحبش كصديقه، او انه اي صديقه هتكون في حياتي هتحسسني ان انا بلا قيمه او هتوجعني بشكل ما. فهنا عملت اللي هو بيسمى السلف fulfilling prophecy، النبوءة الذاتية. نبوءة ذاتية ذات التحقق. ايه دي بقى يا جماعة؟ دي فكرة انه انت بيبقى عندك expectation معين، عندك توقع معين او عندك معتقد معين، فانت سلوكياتك كلها بتكون متماشية علشان تحقق المعتقد ده او التوقع ده، تقول ان هو صح. فلو انا شايفة ان انا فاشلة وما ينفعش اتعين في اي شغلانة، كل ما يجيلي انترفيو هتعب، مش هحضرله فهعمله وحش، وارجع اقول مش انا قلت لكم ان انا فاشل وما ينفعش اعمل مش عارف ايه ومش هتقبل في شغلانه. فمهم قوي اصلا بدايه كده ان انت تبقى واعي ان الحاجات الصدمات اللي انت شفتها مع اصدقائك دول مش معنى الصداقه، ومش معناه ان هم هيأثروا على صداقتك فيما بعد.